صباح الخير. رفقا بالناس اللي بالغربة، رفقا بالناس اللي عايشين في الغربة. احنا مش اسعد ناس ولا اغنى ناس، على فكرة احنا لما سافرنا ما اشتغلناش رئيس وزراء ولا جينا هنا قعدنا على مكاتب. رفقا بالناس اللي في الغربة، رفق بينا علشان انتوا مش في مكاننا، ما تعرفوش. على فكرة احنا محرومين من كل حاجة، محرومين من لمة عيلة، محرومين من ونس في أعياد، في مناسبات. احنا أعيادنا ومناسباتنا بنقضيها لوحدنا. رفقا بينا، ما تكلمش بس صاحبك اللي انت عرفته انه نازل مصر، تكلمه بس تقول له من فضلك جيب لي وانت جاي معاك كذا وكذا وكذا، وما تنساش الايفون. رفقا بينا يا جماعه، ما نبقاش كاتبين ان احنا نازلين مصر فواحد يكتب لك ايه وبقى كلمني بقى. طب ما تدخل انت تكلمني وننزل مصر نتفاجئ ان الناس كلها مشغوله، اصل انت مش من اولوياتهم. امال بتكلموني ليه؟ احنا هنا مش عايشين ملوك، احنا هنا ساعات بنوفر طاقة واتنين علشان نبعت فلوسنا لأهالينا في مصر ولعيالنا ولولادنا. رفقا باللي في الغربة، لأنهم لوحدهم بياكلوا ويتعبوا ويشربوا ويعملوا كل حاجة لوحدهم. في شباب زي الورد مرمي في الشوارع نايم، بيشتغل باليومية، يوم أو 10 لأ، ويرجع في الآخر يقولولك اللي في الغربة متهني، اللي في الغربة معاه فلوس، احنا معناش حاجة. وقصاد اللي احنا بناخده بندفع ثمنه من عمرنا ومن شقانا، من ان احنا منشوفش أعز اللي لينا، منحضرش أفراح ومنحضرش جنازات، منشوفش اللحظات الأولى ولا الأخيرة في حياة الأشخاص اللي يهمونا. فمن فضلك رفقا في اللي في الغربة، اسأل عليهم كل شوية يا سيدي، ما فيهاش حاجة يعني، اطمن عليهم، ما تكلمهمش عشان مصلحة، وهتفضل تكلمهم بس عشان وانت نازل يبقى جيب لي معاك، وانت جاي يبقى جيب لي. كلمهم عشان انت عايز تكلمهم، عشان تطمن عليهم، وابقوا اتصلوا بيهم في التليفون، شاركوهم لحظاتكم اللي انتوا عايشين فيها، ما تنسوهمش وتفتكروهم بس لو هما نازلين او لو وقعتوا في ضيقة. احنا بشر زينا زي كل الناس، احنا بس ما لقيناش خير في بلدنا، ما لقيناش فرصة فقررنا نسافر. لو كنا لقينا في بلدنا شغل وعيشة كريمة ما كناش اتغربنا. انا بحكي التجربة دي ليه؟ عشان انا شفت شاب مصري نايم في الشارع النهاردة، بعدين بيقول لي يا أستاذة ده كمان عايزيننا ما نحاولش الفلوس سوء سودا عشان لو نزلنا مصر هيتقبض علينا. يعني طلعان عين أبونا هنا وطلعان عين أبونا هناك، خنقونا كتمونا. أنا عندي متطلبات يا أستاذة، عندي 4 عيال وأنا على باب الله. رفقا بالناس اللي في الغربة، ما تزودوش عليها الموضوع. أتمنى برضو من مصر ومن حكومة مصر تعمل الصالح لمصر ولولادها. من فضلكم احنا فعلا محتاجين ان مصر تقول لنا طب ارجعوا، عندنا وظايف وعندنا اشغال ليكم عشان تعيشوا وسط اهاليكم. ده لا اتمناه. اتمنى ان مصر تفضل ام الدنيا وتفضل فاتحه دراعاتها لكل الناس، واتمنى ان انتوا ترحمونا. باي.